يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل احلى بسبوسه محلات، احلى بسبوسه حلواني على اصولها بكل اسرارها، عشان تطلع معاكي باللون وكمان مرمله، وكمان مش هتطلع معاكي ناشفه خالص، تطلع معاكي مرمله وجوسي وجميله جدا جدا جدا. بكل اسرارها. بس تابعوا معايا الفيديو لحد الاخر عشان تشوفوا انا عملتها ازاي بخطوات بسيطه وسهله. ويلا بينا بقى نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نشوف المكونات. اول حاجه معايا هنا دقيق السميد. دقيق السميد ده انا بجيبه من عند العطار او من اي هايبر كبير، اي سوبر ماركت كبير، غير البسبوسه الجاهزه. تمام. كده هنا كوبايتين من السميد بتاع البسبوسه، عليه بتاع معلقه صغيره كده مليانه من الكيك شيف او البيكنج باودر. انا يعني اخدت الكيس، اخدت نص الكيس عشان الكيس يعتبر معلقه كبيره، انا اخدت نصه بس. يعني معلقه صغيره من البيكنج باودر او الكيك شيف، وقلبتهم كويس قوي. في المرحله دي بقى حباب جوز الهند هتضيفي ربع كوبايه من جوز الهند. مش حابه تضيفي جوز هند خلاص اكتفي بكده. تمام. انا ما حبيتش اضيف جوز هند عشان مش كلنا بنحب جوز هند، فتمام. هنروح بقى نعمل الخلطه الجميله. حله على النار كده، حطيت فيها كوبايه من السكر، عليها ربع كوبايه من الميه. كوبايه من السكر هحط عليها ربع كوبايه من الميه، ومش هقلبها نهائي لغايه لما تبتدي تتكرمل معايا. اول ما تلاقيها بدات تتقل كده بالطريقه دي وتاخد لون وتتكرمل بالطريقه دي، خلاص هتقلبيها بقى باي سباتولا عندك. قلبيها كويس قوي، هتلاقيها شايفين تقيله ازاي. وهنا بقى في الوقت ده هنهدي النار. ممكن نهدي النار عشان خاطر الكراميل بتاعي ما يتحرقش بسرعه، ويستوي كويس قوي على نار هاديه، بيبقى جميل جدا وياخد اللون الجميل بتاعه. انا مش هضيف عليه اي حاجه خالص، هقلب بس مع التقليب المستمر لغايه لما ياخد اللون. انت بتتحكمي في درجه اللون، لون البسبوسه اللي انت عايزاها. عايزه البسبوسه غامقه هتغمقيه، عايزه البسبوسه فاتحه خلاص على كده. انا بقى حابه البسبوسه يكون لونها كده، فكده خلاص تمام قوي. حطيت عليهم 4 معالق كبار من السمنه البلدي. تمام. ما عندكيش سمنه بلدي حطي سمنه عاديه، مفيش اي مشكله، بس انا السمنه البلدي بتديها طعم وريحه حلوين قوي. هنا حطيت بقى كده مع 4 معالق كبار من السمنه البلدي وقلبتهم كويس قوي. هنفضل نقلب نقلب بالطريقه دي. بعد كده بقى في المرحلة دي هنضيف على طول الزبادي في 3 اضافات. ممكن تضيفي حليب، نص كوباية من الحليب، يا اما تضيفي معلقتين كبار من الزبادي. تمام. معلقتين كبار من الزبادي او كوبايتين صغيرين من الزبادي، او كوباية قشطة. تمام. المتوفر عندك ضيفيه، مفيش اي مشكلة، او قشطة حتى بتاعت وش اللبن، مفيش اي مشكلة ضيفيه. ضفت المكونات دي وقلبتها كويس قوي، دوبت الزبادي كده مع السمنه والكراميل. وبعد كده ضفت عليها كوبايه الا ربع من الميه. كده انا التوتال بتاع الميه كام؟ كوبايه من الميه. اول الكراميل، اول صوص الكراميل ضفت ربع كوبايه بس مع كوبايه السكر. في اخر الكراميل ضفت كوبايه الا ربع من الميه. كده توتال الميه كوبايه ميه. تمام. هفضل اقلب فيهم كده الكراميل بقى خلاص، هطفي على كده وهسيبها 5 دقايق. بعد كده اضيفها، مش هسيبها تبرد، لا، هضيفها وهي سخنه كده، بس هتهدى بس 5 دقايق. ضفتها وهي سخنه كده على السميد معانا، وهبتدي ان انا اقلب تقليب. تمام. في السريع كده، انا مش عايزه اقلب كتير ولا عايزه اعجن كتير. البسبوسه لو عجنتيها كتير بتبوظ منك، وبتطلع ماده الجلوتين اللي فيها، وتطلع ناشفه ومش بتبقى حلوه خالص. تمام. انت بس دوبي السميد بحيث ان هو يدوب خالص، ما يبقاش باين. تمام. لغايه لما يدوب خالص كده بالطريقه دي. تلاقي السميد معاكي تقل خلاص على كده، ما تقعديش تقلبي بقى على الفاضي والمليان فيه. كده خلاص السميد اهو جاهز. خليط السميد، خليط البسبوسه جاهز، ولونه كمان وريحته كان وهي قبل ما ادخله الفرن كان حلو قوي. في اللحظه دي بقى هجيب الصينيه بتاعتي. حطيت معلقه سمنه بلدي كبيره قوي كده، وابتديت ان انا ادهن الصينيه بتاعتي. ما تقولوش السمنه كتيره، البسبوسه بتحب السمنه يا جماعه. وغير كده دي سمنه بلدي كمان هتطلع لها طعم وريحه ومفيده قوي. هنا في اللحظه دي انا مولعه الفرن على درجه يسخن على درجه حراره 200. تمام. لازم تولعيه قبليها قبل ما تشتغلي في البسبوسه، عشان انا عايزاه يدخل على فرن سخن على درجه حراره 200. هتقعد معايا في الرف الوسطاني نص ساعه. تمام. لغايه لما تبتدي تاخد اللون وتحسيها اخدت اللون خلاص على كده.
هنا بقى فضيت الخليط كده بتاع البسبوسه في الصينيه وابتديت اسويها، وهتحاولي تهزي الصينيه، هتحاولي تهزي الصينيه معاكي وتهبديها هبدتين كده على الرخامه، هتتساوى معاكي وهتبقى جميله جدا. هنا بقى ممكن تضيفي بقى على وشها فول سوداني، لوز، اي مكسرات انت حباها ضيفي عليها. حباها ساده زي ما انا هعملها، انا هعملها ساده ما فيهاش اي مكسرات. فزي ما هي كده هتدخليها على رف وسطاني في سخن، على فرن سخن درجه حراره 200 لغايه لما تبتدي تاخد لون. هنبتدي بقى ايه دلوقتي، هنعمل الشربات لغايه لما تستوي. الشربات بتاعنا بسيط جدا، كوبايتين من السكر عليهم كوبايه ونص من الميه، كوبايتين من السكر عليهم ايه كوبايه ونص من الميه. والكوبايه ونص من الميه دول انا مش بقرب خالص منيها ولا بقلبه غير لما يبتدي ان هو يغلي. تمام، مش بقلبه خالص عشان ما يسكرش مني، بسيبه كده لغايه لما يبتدي ان هو يغلي معايا. هضيف له بقى ايه، انا يعني ممكن تضيفي له نص ليمونه، انا ما كانش متوفر عندي ليمون فضفت له فانيليا، باكت من الفانيليا كده بتديله طعم حلو قوي. لكن انت طبعا لو عندك ليمون ضيفي نص ليمونه وتمام كده. هنا ابتدى يغلي معايا، فابتديت اديت له تقليبه بسيطه قوي كده بالمضرب اليدوي، وهسيبه يغلي على النار لمده 10 دقايق. وبعد كده الشربات بتاعنا هيبقى جاهز. تمام، هسيبه بقى يغلي 10 دقايق على النار لغايه لما السكر يدوب خالص. وبعد كده السكر معانا جاهز، العسل بتاعنا الشربات يعني جاهز. لغايه لما البسبوسه تطلع هنشوفه مع بعض، هنصبه مع بعض على البسبوسه. هنا بقى البسبوسه الجميله طلعت بلونها الجميل خطير، جميل جدا. ما تخافوش التشققات اللي على الوش دي، معنى كده ان هي محتاجه شربات. تمام، هنسقيها شربات دلوقتي ومفيش اي مشكله، طعمها كان جميل، كان روعه، كانك انت شارياها من بره. محدش خالص هيتخيل ان انت عاملاها في البيت بجد، من جمالها وحلاوتها وترميلتها ولونها كمان. بجد كانت قلب البيت، ريحه حلوه قوي. شايفين البسبوسه بتاعتي بتشرب الشربات ازاي؟ معنى كده ان البسبوسه بتاعتي ناجحه 100%. طول ما عندك البسبوسه ان هي بتشرب الشربات، خلاص كده ناجحه معاكي 100%. هتسقيها الشربات بقى، وبعد كده ايه هتغطيها باي حاجه عندك، ورق الومنيوم، صينيه، غطا حله، اي حاجه غطيها بيها لغايه لما تبرد تماما. وبعد كده تقدميها. انا بقى بصراحه استنيت عليها تهدى ربع ساعه بالظبط، ورحت يعني قدمتها عشان اوريها لكم على طول، ما استنيتش لتاني يوم ولا استنيت ان هي تبرد. هتلاقوها يعني ايه مش ماسكه نفسها كويس. لكن انت طبعا سيبيها تمسك نفسها كويس لغايه ما تبرد تماما، او سيبيها ليله كده في التلاجة وهتطلع معاكي زي الفل وجميله قوي. وقطعيها. هنا بقى هسيبها بتاع ربع ساعه كده تتشرب الشربات، وبعد كده هوريها لكم برضو وهي سخنه. بالظبط قعدت معايا ربع ساعه وكانت شربت الشربات كله وبقت بالجمال القمر ده. هي طبعا لسه سخنه وكل حاجه. بجد كانت حاجه كده اللهم بارك، ريحه وجمال وطعم حلو قوي، وريحتها كانت نفاذه جدا وحلوه قوي. بجد جربوها بنفس الطريقه دي ونفس المكونات. انا هسيب لكم برضو المقادير بتاعتها في صندوق الوصف. وطبعا انا عندي على القناه برضو عاملاها بالبسبوسه باكياس البسبوسه الجاهزه، لو محدش بيعرف يجيب السميد يعني، عاملاها برضو بطريقه تانية يعني. شوفوها، ادخلوا على القناه وشوفوها. وهسيب لكم المقادير بالظبط بالشربات برضو في صندوق الوصف، ممكن تقدروا تشوفوها في صندوق الوصف المقادير. شايفين بقى الجمال، شايفين السمك اصلا والحلاوه. وكمان انا لو كنت سبتها في التلاجة كانت هتاخد يعني تبقى متماسكه اكتر من كده. شايفين مرمله قوي ازاي، مش معجنه ولا اي حاجه، هي مرمله. وكمان مش ناشفه معايا، طريه جدا وحلوه قوي، وطعم السمنه البلدي وريحه السمنه البلدي الجميله، حاجه اللهم بارك، بجد جميله جدا. جربوها وقولوا لي برضو رايكم في التعليقات في الفيديو، وقولوا لي انتوا بتعملوها بالطريقه دي ولا بتعملوها ازاي. شايفين بوريكم الترميله حلوه قوي. متنسونوش بقى باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. واشوفكم في رعايه الله في فيديو جديد.